دائما ما تسمع في إعلامهم تقدمنا وصيدرنا ومسكنا وأسرنا واعتقلنا وسيطرنا على نجران وعسير وأبو ظبي حتى الرياض. إن شاء الله باقي لهم يومين وندخل الرياض إن شاء الله. باقي لها يومين الرياض وسيطروا عليها. هو تأخرت بسبب إنه ما حصلش كفيل، ولا الآن المفروض إنه مسيطر عليها، بس إن شاء الله حصل له كفيل ويسيطر عليها بكل أريحية. فمثلا هذا الدبابة غنموها بسهولة. والمدرعات السعودية نحصل عليها في هذه المواجهات. ليش غطوا الماسورة حقها؟ من الخضارة فيهم، عشان يغطوا على عيونها، عندما يسروها ما تعرفش وين المكان اللي دخلت، عشان ما تفكرش تهرب. ايوه حارب، هي مش حاربي ورقدي. اقول لكم ليش مغطين على الماسورة حقها؟ ركزوا على المكان هذا. شفتم ايش ضلع؟ خطاف وسلسلة، يعني الموضوع مش دبابة، ونش بس غطوه بضربال يظهر امام الناس انها دبابة استولوا عليها. يعني مش الموضوع موضوع انها محرجة وكانت متغطية لاني عادي ما تعرفهمش وعادي ما قديش من البيت، عادها محرجة منهم او ما حصلوش حق الفتاشة، لا، الموضوع انهم يظهروا للناس انها دبابة استولوا عليها وهي ونش، يرجعوا حق المقاولة. ايضا هناك جبهة لا تقل ضراوة عن بقية الجبهة، جبهة ما فيها شيء مرحميني، جبهة انتصاراتها عظيمة وربانية. الميزة فيها انه لا يوجد فيها خسائر. جبهة يقودها القيادي الكبير ابو فتشوب هذا شغال شغل ويحقق انتصارات ويتقدم في اليوم مئات الكيلومترات ولا بيقدم اي خسائر ولا يضحي بجندي. فمثلا قاموا بنصب العديد من صواريخ سكوت الفتاكة على الحدود. هذا الصواريخ نصبوها وما كان باقي الا ضغطة زر ويطلقوها. طبعا التحالف الصهيوني وامريكي غزلافي الجنجويدي البنغالي شاف الصورة هذا ارتعب، لا خلاص ما عاد باقي، ضغطة زر ودمروا العالم والصواريخ هذا. بس القيادي ابو فتشوب قال لهم يلا راجعوا نفوسكم، اعطاهم مهلة ولا ضغطة زر والله يرحمهم. بس جاء واحد مبعسس وطلع الصورة الحقيقية الذي استخدمها ابو فتشوب. هذا هي الصورة الحقيقية، لا فيها لا صواريخ ولا فيها عفاريت، أرض قاحلة بس ركبوا لا بسهولة. مش المشكلة في القيادي أبو فتشوب، المشكلة في اتباعهم الذي خلاص قد يتشنجوا ويشتوا ينطلقوا منتظرين بس تطرح الصواريخ يدخلوا يتفودوا بعد الصواريخ ويسيطروا على المنطقة. طلع ما فيش من الخبر خبر، ولا كان يقولوا خلاص هذا ما باقي إلا السيد القائد يعلن ونضغط الزر واطلقناها، لا فيها زر ولا فيها هاي. ايضا حدثت مجزرة للجنود السعوديين. شوفوا الصورة هذه، شفتم الجنود ميتين، هل واحد يقدر يقول لا بخيرين؟ لا، صورة واضحة واللوحة ايضا واضحة. شوفوا الخوبة جيزة، هؤلاء جنود سعوديين تم قتلهم، بس القيادي ابو فتشوب للاسف بيبعسسوا بعده وطلعوا الصورة الحقيقية. هذا هي الصورة الحقيقية. حذفوا بس ابو يمن اللي لابس المعوز وغيروا اللوحة الخوبة جيزة وهي لوحة عادية اعلانية في الشارع وخلاص. اللي يشوفها يصدق يقول والله انهم بيعملوا مجازر، وان المجازر في اليمنيين فقط وما فيش لا خوبة ولكن الكذبة خيبة. ايضا من ضمن بركة المسيرة الفتشوبية استولوا على رتل مدرعات جولها الصباح عادن راقدة، ما قامت المدرعة الا وقد الشعر انا في ضلعها. شفتم على رزق كما ربك سهل من الصبح، رصها كلها مدرعات جديد ما قد استخدموها والشعر عرضها. بس القيادي الكبير ابو فتشوب هذا المرة كان حول زيادة،
شوفوا الشعر كيف ركبه. قائد الغزوة المباركة هذا اللي استولى على المدرعات شكله زيد هالكمية، زيد إلى درجة أنه ركب الشعر عرض المدرعة، ركب الشعر مع البرميل مع الحجار. بالله عليكم بالعقل، مدرعة وعرضها شعار وبرميل وحجار، ايش فيها حصوات في الكلى وايش؟ طبعا قصها من هذا الصورة، نفس الصورة قصها من هنا وحطها عرض المدرعة، ومن قوة التركيز والاحترافية والأمانة قلع الشعر بأدواته، بالحجر بالبرميل، كان باقي بس اللي جنب البرميل يركبهم عرض المراية في المدرعة مع الشارع مع المحلات، ما يجتمعش فتشب وشمه. وهكذا سيظلوا يصنعوا انتصارات خيالية ويفبركوا ويلفقوا من أجل ماذا؟ من أجل يحشدوا مزيد من المقاتلين ويغرروا بناس جدد، يقولوا لهم تعالوا قد احنا مسيطرين على نجران وعسير والمحافظات كلها، شوفوا بس امسكوا أمنيات وامسكوا المكاتب والوزارات ولا عليكم أي حاجة، يأتوا بهم من